بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكركم بطبيعة الحال كصحافة نزيهة تتحرى الحقائق. هاد الشوشرة اللي تقامت على هاد الملف، هاد الاسم ديالي مصطفى الدخيسي، دوزت 32 سنة في الميدان التربوي، ك 14 سنة كأستاذ و16 سنة في الإدارة التربوية، حارس عام السيكل الأول، مدير السيكل الأول، مدير السيكل الثاني، آخرها كانت ليرميتاج، دوزت فيها 3 سنوات كمدير تربوي. غلقوا ديك المؤسسة، بقيت رهن إشارة بطبيعة الحال الوزارة، فين ما كيكون خاصهم شي خصاص إداري في مؤسسة معينة كيديوني كدعم لهاد الإدارة بطبيعة الحال بجانب مدير المؤسسة. مؤخرا بعد ما سالي التقاعد النسبي ديالي، كانت عندي سنة عمل ودوزتها في واحد المؤسسة خصوصية واحد المدة قصيرة، والتحقت بهذه المؤسسة في 1 أكتوبر 2024. بطبيعة الحال الناس شافوا السي في ديالي وكانوا كيقلبوا على البروفايل ديال المدير هاد المواصفات. انا بالنسبه لي المصفي هو اللي تعاقد معايا باش نسير المؤسسه. انا من لو 1 اكتوبر الى الان 15 نوفمبر ما عمري شفت شي مسؤول في المديريه الاقليميه كنشتغل بالمؤسسه. كاين لوائح التلاميذ كيقراو، لو ستاف كامل ديال الاساتذه كاين، السلك الاعدادي والسلك الثانوي التاهيلي، المؤسسه مضبوطه لدرجه ان الا تاخر تلميذ 10 دقائق كنتصلوا بالاباء. الزيارات يوميه الاباء والامهات للمؤسسه وكيشوفوا وليداتهم كيقراو في احسن صوره تربويا واداريا. ما عندي حتى شي اشكال. الاشكال اللي كاين هو في مسار، لان كل عمليات مرتبطه بمسار. مسار خص يكون واحد الترخيص ديال المدير التربوي. انا التجأت لهذه العمليه بطبيعه الحال من بعد ما جلسنا انا والمصفي ديال المؤسسه والمسير ديالها، وضعنا الملف وضعناه. انا كنت مهيئه في فاتح نوفمبر قبل هذا الشهر كاع في الحقيقه، ولكن دفعناه بشكل رسمي للمديريه يوم 11 كملف. الملف حنا خلينا مطبوع ديال الاكاديميه على سائر المؤسسات كلها، كيكونوا الوثائق معروفين، كنوضعوه فيه طلب الترشيح ديال المدير المعني بالامر، فيه المؤسس الفونداتور ديال المؤسسه كيقترح الاسم ديالك، فيه المؤهلات ديالك انت بالنسبه لك، البالماريس كاع اللي قضيتيه في الوزاره، وانا عطيته عاد غير نتاف لان انا عندي دوزت 14 مؤسسه غير في انفا الدار البيضاء انفا. هذيك كخبره وكتجربه ما كانش كاع يكون بهذا النقاش بتاتا. بطبيعه الحال هاد الاشياء كلها حنا سلكناها وانا دخلنا بالنسبه للتلاميذ دخلنا في نقاط المراقبه المستمره، وندار الفرد الاول هو عندي في لي زونفولوب يمكن تشوفوهم باش ندرس ديك النقاط وندير اللقاء ديال الاباء. كنتفاجأ بهاد الاستدعاءات اللي جات من المديريه الاقليميه. للاسف انا كناقش الشق التربوي الاداري، انا لا اناقش الجانب القانوني. فعندنا لنا اليقين ان المحكمه ديالنا والقضاء ديالنا نزيه وما غايديرش شي حوايج ضد المواطن، وخصوصا فلذات اكبادنا بطبيعه الحال في هذا السن. هادو المراهقه كيدوزوا في مرحله خطيره في بناء الشخصيه، وكان بالاحرى الناس اللي مسؤولين على الجانب التربوي يستحضروا هذا الجانب بعيدا عن الجوانب الاخرى الى نهايه الموسم الدراسي. ان التلاميذ بداو. شنو كيبان لك انت المديريه الاكاديميه علاش مشات لهذه الخطوات ديال انها توقف مسار في هذا الوقت؟ لا مسار، انا جيت لقيت المسار موقف باش نكونوا صراحه في الاعدادي والثانوي التاهيلي. انا ما لقيتش مسار، ولكن على اساس انني من غادي ندير الترخيص غادي نعجلوا بالعمليه، ندير العمليات كامله. اذا غنديروا غير لا ميزاجور في مسار انتهى الامر. مسار دابا راه في 23 24، ولكن 24 25 مازال ما مفتوحش، ما درنا حتى عمليه فيه، ما مفتوحش لينا حنا. بالنسبه للابتدائي العكس، الابتدائي كان فيه مسار ووقفوه في هذا الاسبوع.
انا ما نهضرش باسم الابتلاء، ما عرفتش. انا انت براسي كنقول لكم، انا الشق التربوي والاداري انا كنشوف الان. نحن في امس ونزيدكم عندنا، وللاسف يعني واحد التلامذ، يعني واحد المستوى جيد بالنسبه للتلامذ، والناس متمسكين بالمؤسسه لان عندها تاريخ وعندنا عدد كافي داخل الحجرات، لان المستوى ديال القسم ما كيفوتش 25 26 الاف في القسم. كاين اقسام فيهم 15 16، معناه انهم كيقراو في واحد الشروط تربويه ممتازه. علاش نجيو لاخر لحظه ونزعجوهم وحنا في منتصف الدوره الاولى؟ ما بقى والو. ديسمبر كيكون اخر فرد، ويناير هو امتحانات الاقليميه والجهويه. سي مصطفى، انت اللي تعاقدتي مع المصفي والمسير. المصفي واش جا لتصفيه الحسابات ولا تصفيه الشركه برمتها؟ لا ما باش ندخل في هذا الموضوع. الله عافاك. انا بالنسبه للمصفي شكون اللي كتعينوا؟ شكونوا صراحه؟ المحكمه. الله يرضي عليك. الشأن القضائي بعيد عنا، محدالو المحكمه الموقره شخص كيقوم بتسيير المؤسسه ماديا وعلى مستوى الاطور وعلى مستوى الحاجيات وعلى جميع المستويات التربويه. انا بالنسبه لي تعاقد معي باش نسير الجانب التربوي والاداري. ماذا بتعاقد معك المصفي اللي هو معين من طرف المحكمه، الا ان هذه المؤسسه باقا خدامه؟ هي خدامه من البدايه للنهايه، احنا ما عندنا حتى مشكل. انا السيده المديره الاقليميه والسيد المدير الاكاديميه والوزير لهم السلطه التربويه، ما يمسوا حتى واحد. صاحب الجلال كينادي بالتعليم، على تعليمنا خصو يبقى نزيه ويبقى فوق كل اعتبار. اذا ما يمكنش نضحيو بما هو تربوي ونمشيو مع واحد اهواء معينه. نعم. المديريه الاقليميه كتقول لك كاين حكم المحكمه بانها تسد فين؟ المؤسسه كتوقف في وسط الموسم الدراسي. شكون اللي كيقول هذه الهضره هذه؟ احنا اللي كنعرفوا ان لها الصلاحيه الجهات المعنيه كجهات ان تاخذ القرار اللي بغاتو في نهايه السنه الدراسيه، وما تسمحش الناس باش يسجلوا. كان غادي يكون لي موضوع اخر. ديك الساعه دوك الناس غادي ياخذوا. حتى انا ما دخلتش في موضوع عقاري يعني باش نكون واضحين. انا كناخذ الجانب التربوي. تلميذ تسجل في شتنبر وقرا شهر ونص وشهرين، معنى منتصف الدوره الاولى خصو يبقى في المؤسسه الى نهايه النتائج ديالها، وديك الساعه لكل حادث حادث. سي مصطفى، بالنسبه لاخر سؤال، بالنسبه للكلام المصير ديالنا، انا اتمنى ان يتدارك المسؤولون ويستحضرون الحس التربوي والحس الاجتماعي تاع الاباء. راه واخا هما في التعليم الخصوصي راهم ولاد بورغون، طبقه شعبيه، اعلاهم طبقه متوسطه، وكلهم مثقفون واساتذه. انا كنتمنى، ومعنا ناس من هيئه القضاء، راه كاين محامون وقالوا لي راه لا يعقل باش كاع حتى رئيس محكمه انه يتخذ قرار سور لو شون. كيتاخذ قرار ولكن كتكون هكا اكراهات كيقدر ياجلها الى نهايه السنه الدراسيه. شكرا جزيلا.